السلام عليكم. لو بتسيح الشوكولاته ومش بترجع تشد تاني او بتتحرق منك وهي بتسيح وبيحصل تكتلات، الفيديو ده باذن الله هيحل المشاكل دي. هنتعلم ازاي نعمل شوكليت تامبرينج ونظبط حراره الشوكولاته، الترمومتر الديجيتال او حتى الترمومتر العادي، وكمان هنعمل ديكور الشوكولاته بسيط جدا اي حد يعرف يعمله ان شاء الله. يلا بينا. هنقطع الشوكولاته قطع صغيره، نحطها في بوله وندخلها الميكروويف 30 ثانيه، وكل مره هنطلعها نقلبها علشان ما تتحرقش. احنا هنعمل التكنيك بتاع التامبرينج ده لو الشوكولاته طبيعي، لكن لو الشوكولاته كومباوند اللي هي بيبقى فيها بدايل زبده الكاكاو بس هنسيحها ونشتغل بيها على طول. اول درجه حراره بنستخدمها من 45 ل 50، بعد كده بنبتدي نبرد الشوكولاته تماما لحد لما توصل لدرجه حراره 28. بندخلها الميكروويف تاني 5 ثواني لحد لما تقرا 31، بعد كده هنبتدي نشتغل بيها. وعلشان نطمن نعمل تيست، عملت واحده وسبتها دقيقتين لقيتها شدت، فكده الشوكولاته بتاعتي مظبوطه وهبتدي شغل. هنعمل شكل بسيط جدا، هنحط الشوكليت وهنحط معاه اي مكسرات او اي اضافه انتوا تحبوها، رشه ملح علشان تظبط الطعم. هنسيب الشوكولاته تشد وبعد كده هنبتدي ان احنا نقدمها. ممكن نستخدم اي نوع شوكليت في الموضوع ده، ولو الشوكولاته دارك بتبقى لطيفه جدا لو حد نفسه في حاجه حلوه سريعه، وكمان بيبقى شكلها حلو قوي لو عندنا ضيوف. وبس كده خلصنا. هنقدم الشوكولاته وبألف هنا وشفا. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو اكتبوا لي الطريقه دي كانت سهله ولا لا. سلام.